لكل أشكال القمع والحصار التي ينهجها النظام الوطني الديمقراطي اللاشعبي مع نظامات الجماهير الشعبية بشكل عام ومع نظامات الجمعية الوطنية بشكل خاص. وخير دليل على ذلك الحصار والقمع الذي تتعرض له الآن أو الذي تعرفه الآن إدارة ما يسمى سباشوية إمزورن. الآن عشرات من الأسامي شعبية أجهزة قمعية إدارة شعبية أجهزة قمعية إدارة شعبية أجهزة قمعية إدارة شعبية أجهزة قمعية. عشرات من أسامي القتل والتنكيل والقمع يتواجدون من داخل قبو الإدارة بتنافي تام مع مصالح وأغراض المواطنين. نفس الشيء يعرفه المحجز البلدي في تواطؤ مكشوف ومباشر مع رئيس المجلس البلدي الذي طبعا يشاع الأمر ويشد توافق الاتفاق حول تمكين أجهزة القمع بكل تناولها من استغلال الفضاء العمومي. إذن شنو كمعطلين ومعطلات نعلن دائما أننا في أجهزة الجمعية الوطنية وفي إطار الجمعية الوطنية في استمرارية موضوعية وصيرورة نضالية دائمة متواصلة ومتجددة ومبدعة يوما بعد يوم في المعركة الإقليمية المفتوحة التي اصدرها مجلس التنسيق الإقليمي الأخير من أجل تفعيل كافة المطالب التي يطالب بها التنسيق الإقليمي والتي يطالب بها المعطلين والمعطلات والتي يتصدرها طبعا الحق. الممنوحة للجمعية الوطنية منذ أمد بعيد ومن أجل خلق مناصب جديدة للمعطلين والمعطلات لاستفادتهم من حقهم العادل والمشروع كالتشغيل الشعب القار والتنظيم. هو المطلب أساسي على أساسه وانطلاقا منه سوف نقيم الدنيا ولن نقعدها ما لم يتحقق المطلوبين وما لم تتحقق المطالب العادلة لكل الجماهير المعطلة لكل المعطلين والمعطلات. ثانيا نقول اولا لوالي ولاية جهة تازة الحسيمة تونات، وثانيا لرئيس المجلس الجهوي يعني مجلس جهة تازة الحسيمة تونات، ولكل من يدور في فلكهم انهم واهمون كل الوهم ان كانوا يعتقدون باننا يوما سنتخلف عن موعد النظام، انهم واهمون كل الوهم ان اعتقدوا يوما بان بالقمع بالحصار بالتنكيل سوف يسمي المعطلين والمعطلات عن مواصلة دربهم النظام. إذن ويمكن بالوهم فلا تعتقد يوما ما أنه أنا نداويني مخزنيات أنا نداوين السمين أنا نداوين كل أشكال القمع أنه ما لا يرى شعب شينها
22 ساعة 22 دقيقة المعطلين من كامل نغلو الدار الساحة العلقا الأشكال السنية شيء من هذا القبيل. القمع لا يرهبنا والقتل لا يفنينا الجماهير الشعبية الجني غلبينا القمع لا يرهبنا والقتل لا يفنينا الجماهير الشعبية الجني غلبينا القمع لا يرهبنا والقتل لا يفنينا. فالإشارة والرسالة واضحة والمطالب طبعا مطالب فيها يوما بعد يوم ولن نتخلى ولن نتنازل عنها سواء كلف ذلك أغلى ما نملكه هو طبعا الزواج. الجماهير الشعبية ساكنة في طبعا المجاشر المخصصة القريبة والبعيدة القاصر للجماهير أنه حان الوقت هذا الوقت الموت هذا الوقت للشعب هذا الوقت للمعطلين هذا الوقت للفلاحين هذا الوقت للعمال هذا الوقت للموظفين البسطاء هذا الوقت لكل الفئات المقهورة والمضطهدة بفعل السياسات الفاسدة والفاشلة للنظام القائم بالمغرب. أنه آن الأوان من أجل أن نرص الصفوف ومن أجل أن نتحد بأشكال نضالية للمطالبة بالحياة الكريمة، للمطالبة بالعدالة، للمطالبة بكل الحقوق العادلة والمشروعة. كاين وقت اللي كنتاب أن النظام ولكن أن الحكومة ما يسمى حكومة المفكرين، حكومة الأصوليين، الحكومة من الإرهاب، أنه تمارس إرهابا بشكل آخر. حكومة يدعو من يقودها إن كانت قتلتم بالجيران يا حقير عاطفيك الجماهير بالجيران يا حقير عاطفيك الجماهير بالجيران يا حقير عاطفيك الجماهير بالجيران يا حقير عاطفيك الجماهير. أبو أن الحكومة يا بنيتين إن كانت حكومة من يقودها طبعا إن كانت في مرحلة معينة اتهمت بالإرهاب طبعا كل العامة تدريس المسار السياسي للدولة يا بنيتين، فإن الحكومة حاليا مطلعة ومتهمة بشكل مباشر بممارسة الإرهاب الحقيقي بحق أبناء الشعب المغربي الذي ينتشل طبعا في قمع كل الشعب بكل فئاتنا بكل الحركات الاحتجاجية على طول وعرض البلاد. لأنه القمع بالآونة الأخيرة بعد تولي الحكومة يا بنيتين هو القمع لا مثيل له والإرهاب حقيقي يمارس على الشعب المغربي. اعتقالات بالجملة، اختطافات كذلك، ناهيك عن أشكال التنكيل والقمع، الكسور، الإغماءات إلى آخره. نموذج الناظور، نموذج نمريت، نموذج الدار نموذج يوميا في شوارع الرباط قبالة البرلمان، نموذج نمريت، نموذج الشيشاوة، نموذج كل المدن المغربية، كل الحركات الاحتجاجية الديمقراطية طبعا التي في آخر المطاف تطالب بحقوق عادلة ومشروعة. إذن من هذا الموقع ومن مثل هذا التعامل الذي تعامل الحكومة التي تعتقد أنها أتت لذر الرماد في عيون الشعب المغربي، أتت لتصلح ما يمكن أن تصلح على شيء من هذا القبيل، فقالنا هذه الخطابات فارغة والخطابات لا أساس لها من الصحة، بل على العكس من ذلك أن السياسة القمع، السياسة التنكيل لن تزيد إلا من تأجيج النضالات ولن تزيد إلا من ترسيخ القناعات في صفوف أبناء الشعب المغربي البطل. اعتقالات استفزازات تؤجج النضالات، اعتقالات استفزازات تؤجج النضالات، اعتقالات استفزازات تؤجج النضالات.
كافة مطالبنا العادلة والمشروعة دون تحقيق الملف المطلوب للمعطلين والمعطلات، فإن نضالاتنا يوما بعد يوم تتراكم بشكل علمي وبشكل منطقي، من داخل الجمعية الوطنية، من داخل الأجهزة التقريرية والتنفيذية، ومن داخل الاجتماعات والجمعات العامة، ندري ما نفعله بدقة. باش السنين المسؤولين مليح هاد السنان منايا الوالية وليتين البشوات رؤساء المجالس البلدية من يلفوا الفهم أسنتنين نيشان. وطبعا الآن من يقرر أو المخبر الذي يقرر سيوصل الخبر بأمانة أنه الشيء مخلنا نقف كنغدا نعكس ونكسي التحدي والدماء الزغني والزران لما نقف بكامل ولو قيد أو المولى. دربنا يواصل رغم كل المعاناة، مطالب ستحقق رغم كل الصعوبات. دربنا يواصل رغم كل المعاناة، مطالب ستحقق رغم كل الصعوبات. دربنا يواصل رغم كل المعاناة، مطالب ستحقق رغم كل الصعوبات. السياسات المنتهجة، المخططات، التصريحات، كل الخرجات الإعلامية المشبوهة التي تقوم بالولاية نتيجة الأجهزة مشينا على تتبع بها وعلى دراية بها والتبعية بالله. إذا بناء السياسة الدينية وبناء كل ما يروج ضد الشعب المغربي لدينا إجابة عاود كمعطلين ومعطلات، كجمعية وطنية وكجماهير شعبية. إذا حذاري ثم حذاري للذي قد سيحدث والذي سيتحمل به المسؤولية، كل مسؤولية النظام القائم بالبلاد وممثليه على المستوى الإقليمي والمحلي في شخص والي ولاية جهة السادة الحسيمة دولة. قبل الاختتام وقبل انتهاء شكلنا النضالي نعلن تضامننا المبدئي والمشروط مع كل النضالات الجماهير الشعبية، خاصة النضالات الجماهير الشعبية كيف وعياش التي طبعا تنطلق في مسيرة من أجل مطالب عادلة ومشروعة على مستوى أسبوعية. كما نعلن كل تضامننا مع كل الحركات الاحتجاجية على طول ربوع الوطن الجريح، وتحية نضالية لكل المعطلين والمعطلات، لكل الجماهير الشعبية، لكل الساكنة بمدينة ديمزوان، وكل الشهداء. ودربنا سيواصل بأشكال نضالية قادمة يوم غد الثلاثاء على الساعة 8:30. كذلك شكل نضالي على مستوى مدينة ديمزوان. السكرتارية الإقليمية ستقرر مكانه انطلاقا من تقديراتها وانطلاقا من صلاحيتها كجهاز تنفيذي من داخل الجمعية الوطنية. لنعيد ونكرر ونعيد الكلام لألف مرة أننا في الجمعية الوطنية مستمرون ومتواصلون على نهج الشهداء وعلى نهج المعتقلين وعلى نهج كافة الجماهير الشعبية وكافة المناضلين من أجل مطالبنا العادلة والمشروعة. ودمتم للنضال أوفياء ودام النضال لكم. ويختم الشكل النضالي